يجتذب حفل كويناس دي أورو سنويا الأنظار، خاصة بعد أن جرت العادة في السنوات الأخيرة أن يكون نجم الحفل هو الدون كريستيانو رونالدو. الحفل الذي ينظم سنويا يقام لتكريم أبرز أداء في عالم كرة القدم وكرة الصالات وكرة القدم على الشاطئ في البرتغال خلال الموسم الماضي. أقيم الحفل في مدينة إشتوريل، وأشرف عليه النجم السابق لمنتخب البلاد لويس فيغو. وكما كان متوقعا، نال كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في الموسم بعد قيادته منتخب البرتغال للفوز بكأس الأمم الأوروبية في فرنسا، وقيادته ريال مدريد للفوز للمرة 11 في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا. وقد نافس رونالدو على هذا اللقب زميله في ريال مدريد بيبي، وحارس سبورتينغ لشبونة روي باتريسيو. البرتغال لم تكن مرشحة للفوز باليورو، ولكن انتهى بنا المطاف أبطالا لليورو، وهذا يدل على أن هناك عملا شاقا وتفان يجب أن يحضره. يذكر أن كريستيانو رونالدو توج بكل الألقاب الممكنة فرديا العام الماضي، بما فيها الكرة الذهبية وجائزة الاتحاد الدولي لأفضل لاعب. رونالدو غادر الحفل مبكرا للانضمام إلى منتخب البرتغال الذي يعسكر استعدادا لمباراته ضد المجر في تصفيات أوروبا لبطولة كأس العالم في 25 من الشهر الجاري. كما سيخوض مباراة ودية ضد السويد في جزيرة ماديرا، وهي مسقط رأس رونالدو. عشاق رونالدو تابعوا الحفل البرتغالي، ونشر موقع جمهور CR7 تغريدة قالت: رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في احتفال كويناس دي أورو.